اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يا جماعة نذكر الله ونقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. النهاردة يوم جديد نستقبله كده برضا ربنا علينا. النهاردة كان في خبزت، والحوض كان في مكان ما غسلت ايدي من العجين غسلته، وذبحنا خروف كده، وجبنا الحاجة بتاعت الخروف هننضفها سوا، وهقول لكم ازاي تنضفوها يا بنات، سهلة وسريعة وانت واقفة مش هتاخد منك حاجة. اول حاجة انا الكيس ده فيه اللية وفي الكبدة، والكيس التاني فيه الراس والرجلين، والكيس التالت فيه اللي هو الرئة والفشة والمصارين والامعاء. فهنجيب اكياس تلاجة وهشيل كل حاجة وحديها. الحاجة اللي عايزة نظافة هننضفها بعد كده نشيلها، والحاجة اللي مش محتاجة نظافة غسيل هنغسلها بمية وخل وملح وننضفها. حاجات كده سريعة وانت واقفة، ما تتلخميش وتحط كله في بعضه. انا كده رحت اجيب اكياس تلاجة عشان افرز الحاجات دي واغسل كل حاجة ايه وحديها. دلوقتي الكبدة واللية طلعتها، دي اللي هي ايه الكلى، ودي بقيتي اللية. انا هحط ايه على قد الطبخة. حشوي هاخد لي حتة ليا، حامل كبدة هاخد لي حتة ليا صغيرة، حامل مشويات وسمين هاخد لي حتتين ليا. فانا هنا مقسمهم على اكلات كده، كل كيس فيه حتتين صغيرين او حتة كبيرة، بس بحيث ما احطش اللي هي كلها في كيس واحد واجي اطلع واسيح وارجع واطلع واسيح، لا نتاخد الكيس بكيسه. خلاص دول كده انا عملتهم، هروح اوديهم الفريزر ولا اي حاجة تاني. انا بقى الكبدة دي شطفتها شطفة كده بسيطة، مش غسيل عشان طعمها، وفي الفريزر. وهنا الحلة دي هحط فيها المية ايه، ان اصمت فيها الرئة والمصارين والحاجات اللي زي كده. كله على السريع، ما نتلخمش يا بنات، كله كده ناخدها على السريع. شوفنا محتويات الكيس وعرفنا ايه اللي محتاج صمت وايه اللي محتاج ايه شغل. دي لحمة الراس، ده المخ، جنب اكياس تلاجة على طول حط المخ وشيل في الفريزر. هنا مية وخل وملح، وهبتدي اغسل الحاجات من الدم عشان ايه تتشال. اللي هي لحمة الراس دي خلاص الراس تنضفها الجزار وفتحها وقطعها، خلاص اللحمة بس تتغسل كده مكان الدم وتتشال. هنا الكرشة دي انا بقطعها عبارة عن مناديل صغيرة، كل حتة قد الكف، اشوف كل حتة قد الكف. ليه؟ عشان تسهل عليا في تنظيفها، متبقاش كبيرة واتوه فيها ويمسك فيها ايه الزبط. بعد ما قطعتها مناديل كده ركنتها على جنب، وغسلت لحمة الراس ودي تنقع في الخل والملح، وحطيت الرئة انا ايه في الحلة ايه اللي بتفور دي، اللي هي الفش بنقول عليها فش، حطيتها في الحلة اللي بتفور دي تسمت من ورايا. ودي خلاص كده انا خدتها كده وكيستها الرجلين والراس. على فكرة دي نص راس، احنا ذبحنا خروف وقسمناه، جوزي قسمه بينه وبين اخوه يعني شرك، فكل ده حاجات نص خروف مش خروف كامل. هنا هبتدي اقلب المصران، بتحط المعلقة في طرف المصران كده وتبتدي تقلبيه
هنعمل كده واحدة تاني، نحط المعلقة كده في جنب المصران واتني عليه المعلقة وابتدي ايه اقلب. مصران طويل نقطعه بالسكين عشان هي نخلص بسرعة. انا سريعة جدا في المطبخ يا بنات، ما بحبش اقعد اتوانى ولا اتلكلك، عايزة اخلص وانجز. اليوم ده انا كنت خابزة فيه عيش شمسي، نزلت لقيت ايه جوزي خلاص ذبح الخروف وجاب لي الحاجات، فقلت بالمرة اخلص منه. ده بقى ايه ممبار، ده اللي حطيته في كيس واحده، ده ممبار. دي ايه الممبار، دي الحته دي، الحاجات دي اللي بتبقى الدهون دي اللي حوالين الامعاء دي انا برميها ما باكلهاش، دي دهون كده بتبقى فيها دم وكده حوالين الامعاء، دي انا برميها. ده ملح وسكر، ده سكر واحط عليه ملح، ادعك كويس عشان العصاره اللي في المعده تطلع، وتبقى الايه الامعاء مش مزفره، فتبقى احسن ما تتعمل في المصمت. يعني تاكلي الحاجه بتاعتك انضف من تتعمل في المصمت 100 مره. انا جوزي قال لي كده، قال لي لما باكل السمين من ايدك بتاع المصمت يقرف. ليه؟ لان منضفاه كويس يا بنات وغسلاه كذا مره. شوفي تخلي الحاجه زي الورد كده، شفافه شفافه. اه بس الميه هنا فارض هنزلها. بس الميه دي ميه وملح وخل، تصمتي فيها بقى اللي انت عايزاه. هنقلبها. الرقه هنا ابتدت خلاص، دي اتصمتت خلاص تطلع. المصارين برضو مش بتاخد وقت، كله كده يطلع كده. ده انا خلصته، شوفوا هيبقى شكلها زي كده دبلت. انا ابتديت انزل بالمنديل اللي هي الكرشة وانضف بسرعة وكحت تنضف معايا. ما بتنزليها في المية المغلية ما تقعدش كتير، هي كده 10 ثواني وتطلعيها، 10 ثواني 20 ثانية بالكتير وتطلعيها. شوفوا بيضة خالص زي الورد. خليكي كده شاطرة في مطبخك وما تقوليش على حاجة لا. يعني ما قلتش انا نازله من خبيز لسه انا هقعد انضف مش عارفه ايه المعاش، لا لسه قدام العيال كمان عايزين يروحوا الدروس والاكل والشرب والغدا، لا خالص. اللي قدامك اعمليه، الخير اللي قدامك اعمليه. ربنا يديك الصحه ويبارك لك فيك ولو جوزك كده يحب كده ويحسك انك ايه ما بتقوليش لا على حاجه، فيتشجع ان يجيب لك ايه في بيت الخير. غير بقى لما كل شويه تكسعميه يبقى يقول ايه لا انا مش هجيب حاجه، انا تجيب وتعارك معايا ومش عارفه ايه وكلام زي كده. اي حاجه بتنضف قدامكم يا بنات زي الفل. هنا بس الكاميرا هنا ما ظبطتش معايا، بس حلا بالسريع تنضف 10 ثواني وتطلع. المهم تقطعي الكرشه مناديل صغيره عشان تتحكمي فيها، بحيث ايه على السريع على السريع على السريع، مش تسقطيها كلها بعد كده متعرفيش تخلصي نفسك. خليكي كده اشطر من سليفي انا سليفي كلهم بيتريقوا على قطيع الكرشه، يحبوا يعملوها كبيره بس نظافتي انا احسن مني. ليه؟ لان هما مهما نضفوا فيها بيتوهوا فيها، ما مش بيخلصوها كويس. لكن انا الحته قد الكف انضفها واخليها زي الفل وامسك غيرها، فكده يبقى كله ايه نضيف، وفي الاخر كله بيتقطع. بس شوفي تبقى قد كف ايدك كده، تنضفيها وتخليها زي الفل وتمسكي غيرها. لو وصلت معايا لهنا
تنسينيش في لايك لطيف وكومنت وتشترك في القناة. قناة وصفات واسرار بتقدم لكم كل حاجة جديدة وكل حاجة هتنفعك كست بيت، واتمنى لكم مشاهدة طيبة.